السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وبأفضل حال. معاكم النهارده ميس نسمة، علشان النهارده هنشرح درس جميل هنخليها حصة جديدة ودرس جديد في دروس تأسيس اللغة الإنجليزية للأطفال أو الكبار. خلاص الحمد لله لقيت متابعيني من الكبار ومن الأطفال. الحمد لله مبسوطة جدا الفيديوهات اللي بنزلها بتعجبكم. ومبسوطه اكتر بالكومنتات بتاعتكم. ربنا يا رب يخليكم ليا كده دايما وتفضلوا مشجعيني ومحسسيني كده ان ان شاء الله الحلقات بتتشاف وانتوا بتستفيدوا. طيب تعالوا نراجع مع بعض. احنا نزلنا كام حصه؟ احنا كده نزلنا 4 حصص، وان شاء الله دي هتبقى الحصه الخامسه. الناس اللي ما شافتش ال4 حصص اللي قبل كده هتلاقوهم موجودين عندي على القناه. ادخلوا اتفرجوا عليهم، وان شاء الله اشتركوا بالقناه لو عجبكم الفيديو. متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وبعد ما نشترك في القناه نفعل زر الجرس علشان يوصلنا كل فيديو جديد بعمله، سواء مس نسمه في المطبخ، مس نسمه بتشرح، او نسمه في المطبخ. يلا بينا ان شاء الله نبدا فيديو النهارده. نسمي الله ونشوف هنبدا في ايه. طيب بسم الله. المره اللي فاتت يا جماعه وقفنا خدنا مع بعض دمج حرفين. رجعنا قصدي دمج حرفين ودمجنا مع بعض 3 حروف او اكتر، وخدنا الكلمات دي مع بعض وعرفنا الحمد لله نقراها. زي ما قلت هندي ابني او بنتي الكلمات دي واسيبه هو اللي ينطقها على الساوند بتاع كل صوت اللي احنا اخدناه في الحلقات السابقه او في الحصص اللي فاتت. وخدنا بعد كده دمج حرفين، او الحرفين اللي لما بيجوا مع بعض بيتغير نطقهم تماما. قلنا ايه هي الحروف دي. ان شاء الله باذن الله اللي ما حضرش معانا الحلقات دي اتمنى انت تشوفها عندي على القناه، انا مصوراهم هتستفادوا جدا منها. يلا بينا نكمل الحلقه بتاعت النهارده ونشوف هي هتتكلم عن ايه. تمام، وصلنا مع بعض لحرف الاس والاتش، وقلنا مستر اتش لما بيجي معاه حرف الاس بيعملوا دوشه فبنقول ش. بنقول ايه؟ ش. تمام، يلا نكمل حدوته مستر اتش. واخر واحد بيجي معايا مع مستر اتش هو حرف البي. البي اللي هي التقيله لما بتيجي مع حرف الاتش سوري يعني بتبقى ريحتها مش حلوه فبنقول ايه؟ بنقول ايه؟ سامعين؟ يبقى حرف البي وحرف الاتش. حرف البي لما بيجي مع مستر اتش او لما بيجي مع حرف الاتش بيعمل صوت حرف الاف او الفاء. بيعمل صوت حرف الايه؟ ف ف ف. بيعمل صوت حرف الاف او الفاء. تعالوا ننطق مع بعض الكلمه دي بي اتش، الاتنين هنطقوا ف. زي كلمه فوتو. فوتو 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 يعني ايه؟ يعني الصوره. طيب تعالوا ننطق مع بعض الكلمه دي. حاولوا تنطقوها انتوا كده. حرف البي والاتش بننطقهم ف. ها فو. ضم بقك، ضمها لي عشان جاي بعدها حرف الاو، واتفقنا ان الاو يعني ضمه هنضم اللي قبلها. فو فون فون. حرف الاي لما بيجي في اخر الكلمه ما بننطقهوش يا جماعه، لا ينطق. فون يعني ما قلتش فوني، لا فون 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 اللي هو التليفون. تعالوا نقرا مع بعض الكلمه الشهيره. الكلمه دي اي لي ها بي اتش ف. اي لي فا. فا. فتحت بقي عشان جاي بعدها حرف الاي. إليفانت. إليفانت. إليفانت يعني فيل. تمام، ده اللي انا بصوا انا عامله لكم حتى سطر هنا اهو. ليه؟ لان ده اللي انا بفضل ان طفل لحد 3 ابتدائي يكون عارفه. اللي انا هقوله دلوقتي ده لناس كبيره شويه حابه تعرفيه مفيش مشكله، بس عشان ما يتلخبطش فانا افضل ان لحد 3 ابتدائي اعرف ابني الحدوته اللي انا بقولها من الحصه اللي فاتت. طيب دلوقتي انا عندي مستر اتش بيجي معاه برضو حرف الكي. الكي والاتش. الكي والاتش ما عنديش في حروف الانجليش ساوند حرف الخاء. ما عنديش حرف الخاء في الساوند بتاع حروف الانجليش. تمام، فبندمج الحرفين دول مع بعض. الكي والاتش لما بيجوا مع بعض بنقطهم خ. خ. طبعا بتبقى باينه اكتر في الاسماء زي اسم خالد. 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 طبعا خالد اولها حرف الخاء، فما عنديش حرف في الانجليش الساوند بتاعه خاء، فبجيب ايه؟ دمجنا الحرفين دول مع بعض الكي والاتش قلنا خالد. خالد طبعا هي بتنطق كده خالد. طيب
تعالوا ننتقل للحرف اللي بعده، وهو الجي والاتش. انا بعتذر عن صوتي يا جماعه بس يعني ان شاء الله يكون واضح. الجي والاتش بيتنطق غ. غ برضو بتبقى واضحه اكتر في الاسامي، زي غاده، زي غالي، زي غانم، زي ايه تاني. كل الاسماء اللي بتبدا، اللي اصلا في اصلها في اللغه العربيه حرف الغين. حرف الغين عندي في الانجليش ملوش برضو صوت، مفيش حاجه اسمها غ. غ لا. تمام. برضو بنلجأ لفكرة ان احنا ندمج حرفين مع بعض عشان يدوني حرف الغين، وهو حرف الجي والاتش. حرف الجي والاتش. تمام. حرف الجي والاتش قلنا اتفقنا ان هما حرفين في الاسماء بتنطق غ، زي غادة. طيب لو جالي في كلمة زي كلمة ghost. ghost 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 اللي هو الشبح او العفريت يعني. طيب انا كاتبه لكم ملحوظه، اذا جاءت في وسط الكلمه، اذا الجي والاتش دول، طبعا الكلمات دي على ثالثه ابتدائي، على ثالثه ابتدائي، فالنقطه دي هعرفها لابني، بس مش هعرفه اللي هي اسمها غاء وكده، لا، انا هعرفه النقطه دي. اذا جاءت في وسط الكلمه اللي هما الجي والاتش، اذا جت في نص الكلمه بتعتبر سايلنت، لا تنطق. زي كلمه ايه؟ ها تمام يا حبايبي؟ زي كلمه نايت يعني ليلى أو ليل. زي كلمة هادي. هادي هادي اللي هو المتكبر أو المتغطرس. ممكن نضيف كمان كلمة لايت. لايت لايت اللي هو ضوء أو إشارة. تمام. بالنسبة لو جات لي في نص الكلمة بعمل تحتها كده نقطتين، يعني دول سايلنت بكتبهم لكن ما بنطقهمش. طيب إذا جاءت في آخر الكلمة، إذا الجي والاتش جم في اخر الكلمه برضو بنطقهم ف، بنطقهم حرف الفاء. زي كلمه ايه؟ ها laugh. laugh يضحك. ها نطقت الجي والاتش ف. laugh laugh. enough 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 يعني كافي. laugh يعني يضحك. تمام. هو ده كده دمج الحروف اللي انا بقول عليها واللي احنا اخدناها كمان مع بعض. تعالوا بقى النهارده انا كل واحد فيكم معاه ورقه وقلم، وهمليكوا شويه كلمات، وهشوف كم واحد هيكتب معايا الكلمات دي صح. يلا بسرعه نجيب ورقه وقلم ونتملى مع بعض. انا هخبي كده عشان انا همليكوا كلمات. الكلمات دي هنشوف كم واحد هيكتبها معايا صح. يلا اتملى مع بعض. اول كلمه مات. مات. تمام. بات. بات. تمام. نكتب موب. موب. بيد. بيد. ويب. ويب. نت. نيت. فيس. فيس. فان. فان. arm. arm. تمام. يلا بينا نصحح لنفسنا. خدنا كلمات ايه؟ مات، كاتبينها كده، كاتبها كده يدي لنفسه علامة صح. بات. خدنا كمان فان. arm. اهم كلمة عندي فيس. فيس اخرها سي، عشان السي انطقها سي هيجي بعدها اي. لو كاتبها كده ادي لنفسك علامة صح. خدنا كمان موب. موب. خدنا كمان كلمة ايه؟ نت. ويب. وبت. لو انت كاتب او انت كاتبه الكلمات كده معايا صح، ادوا نفسكم
الدرجه واكتبوا لي الدرجه بتاعتكم في الكومنتات تحت، واشوف كل واحد اخد كام بامانه بامانه بامانه. تمام. بعد ما اخلص مع ابني المرحله دي، مرحله ان هو يقرا لوحده، مرحله ان هو يكتب او يتملى كلمات، ان شاء الله حتى لو كانت كلمات غريبه لوحده ما عنديش اي مشكله. يعني ايه كلمات غريبه؟ يعني كلمات ملهاش معنى، بس الساوند الصوت يكون حاطه في مكانه صح. تمام. اعمل ايه؟ طبعا ده مش هكتفي بيه حصه واحده وخلاص، لا انا هشتغل معاه كذا مره كذا مره كذا مره، وكمان مع دمج الحروف. المفروض يا ميس ان انا هديله ايه تاني دلوقتي في المرحله دي؟ انا هنتقل معاه لجرامر، نقطه جرامر شويه، قواعد. هعرفه اول حاجه الضمائر بتاعتي في الانجليش. ايه هي الضمائر؟ الضمائر بتاعت الانجليش هما حوالي 7 ضمائر. ايه هما اللي انا عايزه اعرفهم؟ اول ضمير وهو الضمير I، وهو الضمير I. I بمعنى انا. هشاور له كده على نفسي واقول له I، وهو كمان يشاور على نفسه ويقول I يعني انا. لما احب اتكلم عن نفسي هقول I. اوكي. طيب الضمير اللي بعده وهو الضمير هي. نطقنا كلمة هي قبل كده في دمج حرفين وقلت لكم ده ضمير، فاكرين؟ راجعوا بفيديوهات تاني هترجعوا للحتة دي. نطقنا كلمة هي وقلنا ان هي يا ولاد ده ضمير، هناخده بعدين كمان شوية. رجع لنا اهو الضمير هي بمعنى هو. طب هو يبقى انا بكلم بيه مين؟ مذكر. هي هو مفرد ولا مؤنث؟ انا اسفة، مفرد ولا جمع؟ هو للمذكر المفرد او للمفرد المذكر. تمام. مفرد. هرسم له كده جنب الهي ولد، واعرفه ان انا بشاور بالهي دي على اي شيء مذكر. ولد، بابا، جده، عمه، الولد، زميلي، صاحبي، اي حاجه مذكر عاقل. مفرد مذكر يعني حاجه مذكره يعني ولد تاخد هي، مش حاجه، انا اسفه، شخص يعني مذكر ولد ياخد هي. على النقيض شي. بص كده معايا، شي مش شي حصان، لا. انا بقى بقول لابني كلمات كده الزق الكلمه او الزق المعلومه في دماغه. شي هنا مش بقول له شي حصان، لا، انا بقول شي هنا يعني هي. طالما هي يعني هو للمذكر المفرد المذكر، تبقى هي للمفرد الايه المؤنث. مؤنث يعني ايه يا ماما؟ مؤنث يعني للبنت. اي حاجه بنت، اي حاجه مؤنثه يعني بنت. هعمل له كده شعر عشان اعرفه ان شي بشاور بيها على اي حاجه مؤنثه، يعني اي حاجه بنت، اي شخص بنت. ماما شي، اختي شي، صاحبتي شي. يبقى هشاور له كده، هو هيشاور او انا هشاور له كده واقول شي. هشاور على اخته، هشاور على مامته، هشاور على تيتا، يبقى هقول شي يعني هي، بتيجي للمفرد المؤنث. تمام. فاضل عندي الضمير اللي بعد كده في المفرد اسمه ات. ات ده يا ولاد سهل جدا وجميل، انا بحبه، انا شخصيا بحب الات ده جدا. ليه بقى؟ الات هنا معناه هو او هي، بس لغير العاقل. لايه؟ لغير العاقل. يعني ايه غير عاقل يا ميس؟ يعني باختصار اي حاجه ربنا خلقها ما عندهاش مخ وما بتروحش المدرسه. يعني ايه ما عندهاش مخ؟ غير عاقل يعني ايه؟ يعني ما عندوش مخ، يعني ما بيروحش المدرسه، ما بيمسكش قلم وورقه ويقعد يمتحن معايا اخر السنه. زي ايه مثلا؟ احنا بنشوف الكرسي قاعد جنبي كده في الديسك مثلا وماسك ورقه وقلم وبيكتب، لا، يبقى ده غير عاقل. الشباك غير عاقل، القطه غير عاقل، الكلب غير عاقل، الحيوانات عموما غير عاقل. طب الطيور غير عاقل. طيب القلم اللي انا بكتب بيه ده بلاقيه ماسك الامتحان وقاعد بيحله مثلا وجايب درجه اخر السنه، لا، يبقى ده غير عاقل. اي حاجه غير عاقل يا ولاد بقول عليها ات. بس خلي بالكم مع المفرد حاجه واحده بس، كرسي واحد بس اقول عليه ات.
قلم it، ترابيزة it، مروحة it، لمبة التلاجة it، أي حاجة حواليا هشاور عليها كده لابني وأقول له إن ده الضمير it، يعني ده يعود عليه ضمير it. يبقى احنا خدنا في الضمائر هي والشي، الاي والهي والشي والات. هعرف ابني ان دي كده اسمها ضمائر المفرد. المفرد، تمام؟ المفرد ليه؟ عشان هتعرفوا بعد كده الحصه الجايه لما ناخد مع بعض verb to be هتعرفوا انا ليه بفرق ان هما يبقوا مفرد ويبقوا جمع. تيجوا نكمل بقيه الضمائر. تعالوا نكمل بقيه الضمائر. قلت هاي اي وهي وشي وات، وبعد كده بيجي عندي we ويو وذي. الوي هنا بقى دي اسمها ضمائر جمع. ضمائر ايه؟ جمع. وي يعني ايه؟ يعني نحن. نحن. مين اللي كتب الواجب النهارده؟ وي، احنا. طيب مين اللي عمل لي الورقه الجميله دي؟ مين اللي كتبها لي؟ وي، نحن. يبقى كلمه وي معناها نحن، ما بكلمش شخص واحد بس، او اللي بيرد عليا مش واحد بس، لا، مجموعه. وي، نحن، تمام؟ واللي بيتكلم واحد منهم، يعني اللي بيتكلم ده واحد منهم. طيب الضمير يو. يو معناها أنت أو أنتي أو أنتم. إيه ده؟ بتحمل المفرد والجمع، بتحمل في معناها المفرد والجمع، بس معناها أنت. أنا بكلمك أنت، اللي هو زي ضمير مخاطب، بيقولوها في العربي تقريبا اسمه ضمير مخاطب أو حاجة كده، تمام؟ يبقى يو بكلمك أنت. مثلا واحد زميلي بيقول لي مين اللي أخد القلم، قصدي مين اللي أخد القلم بتاعي؟ هروح أنا مشاورة عليه وأقول له يو، أنت. يبقى يو معناها أنت. طب لو بنت، يو أنتي، برضو أنتي مؤنثة. طيب لو مجموعة، يو أنتم. يبقى عندي يو بتحمل الثلاث معاني، بس علشان فيها أنتم الجمع أنا بحطها مع الضمائر الجمع. تمام؟ تمام. آخر ضمير عندي وهو الضمير زي. زي. زي ده معناها هم أو هما زي ما بتقولوها بالعربي. زي معناها هما أو هم أو هما. مين يا أولاد اللي كل الجبنة؟ هما يا ميس، وأشاور عليهم كده هما. يبقى اللي بيتكلم ده مش واحد منهم، هما، أنا بشاور عليهم هم. أنا دخلت الكلاس لقيت فيه صوت وفيه دوشة وعمالين يضربوا بعض، فأقول لهم إيه ده؟ مين اللي عامل الهرجلة دي؟ مين اللي معرفش إيه؟ هما يا ميس زي، وأشاور عليهم كده زي هما. يبقى هما دي بتعود على مجموعة جمع، يبقى اللي كلمني واللي قال لي عليهم مش واحد منهم. تمام؟ هي دي الضمائر بتاعتي بكل اختصار وبكل بساطة وبكل سهولة. لما اجي ادي ابني الضمائر دي او بنتي الضمائر دي، ابني اللي من اولى لتانية ابتدائي مش هديله دول كلهم مع بعض ابدا ابدا. هديله الاي والهي والشي والات في مرة، ضمائر المفرد مع بعض في مرة، وارجع اديله وي ويو وزي مرة، مع اختلاف الترتيب. في ناس بتقول عليها زي وي ويو، وفي ناس بتقول يو ووي وزي، زي ما تيجي مش مهم، الضمائر كلها عندي واحدة. هديله ابني الضمائر دي وامليها له. خلاص خدنا الاس مع الاتش بتتنطق ايه، همليها له ات، همليها له الهي هيتملاها بكل سهوله، الاي وهو الضمير وهو الحرف في نفس الوقت. تمام؟ اعتقد ان الحصه دي كده ما طولتش عليكم فيها، وان شاء الله تكونوا استفدتوا منها. مش عايزه اطول عليكم شويه، ان شاء الله باذن الله الحصه الجايه هنتكلم مع بعض في حاجه اكبر بقى شويه، هناخد جرامر يعني مش تقيل، اللي هي اساسيات، اللي هو verb to be اللي هو فعل يكون في الانجليش. هقول لكم قصه جميله جدا 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 تقدري تقوليها لابنك من مره واحده هيفهمها. وان شاء الله تابعوني. اللي ما عملش اشتراك في القناه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس، اهم حاجه عشان اول ما انزل الفيديو على طول يوصل لكم ان شاء الله ان انا نزلته، تدخلوا تتفرجوا عليه. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك، واهم حاجه كومنتاتكم الجميله اللي بتبسطني وتفرحني. اتمنى ان شاء الله ان انا اكون فدتكم ولو باي حاجه بسيطه. ما تنسوناش من صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.